تعالى اقول لك، لو انت بتستخدم جوجل فورم ازاي تبدا ان انت تعالج البيانات دي، وكمان تبعت ايميل للعميل وتسجل البيانات دي في السي ار ام، وكمان ان انت تبعت له رساله واتساب ترحيبيه، وكمان تقعد تزن عليه. الاوتوميشن اللي قدامك ده نقدر من خلاله ان احنا نبني سيستم متابعه العملاء من غير ما تدخل حرفيا. كل اللي عليك ان انت تعمل الفورمه بتاعت جوجل فورم وبس، والعميل يخش يملاها، وتبدا العمليه ان هو يروح للاي اي ايجنت، يبعت له رساله على الواتساب، ويقعد يزن عليه كل يومين، وكمان يروح يسجل بياناته، وكمان يبعت له ايميل ماركتنج كامبين. لو عايز تعرف تفصيل اكتر ابعت لي بس كلمه تم، وابعت لك السكريبت وابعت لك الشرح مجانا. يلا بينا نبدا الفيديو. اهلا بكم من جديد، معكم مروان خليل من ان ان بالعربي. النهارده باذن ربنا هنتكلم على موضوع مهم جدا: ازاي اتمت جوجل فورم. اول حاجه عشان نبدا، ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب، اول حاجه احنا محتاجينها ان احنا نفهم الورك فلو. احنا المفروض لما هنروح نعمل ورك فلو محتاجين اول حاجه ان احنا نروح نجيب جوجل فورم. فانا دلوقتي لو كتبت مثلا جوجل فورم مش هتظهر اي حاجه، ماشي. طب انا دلوقتي جوجل فورم بتروح تسمع في ايه؟ في جوجل شيت. خلي بالك من النقطه دي، تمام. فانا هنا اهوت عندي مثلا جوجل فورم فيها الاسم، فيها رقم التليفون، فيها الايميل، ماشي. فانا هنا اهوت بعد ما اسمع البيانات هقوم رايح مخرج الداتا على هيئه ايه؟ جوجل شيت، تمام. فخليني مثلا املا البيانات دي. طبعا لازم اروح ادوس ببلش عشان الفورمه تبقى جاهزه معايا. اقول له هات اللينك ده، خليني اروح افتحها في تابة تانية، اروح بقى املأ البيانات دي وارجع لكم على طول. كده انا المفروض مليت البيانات بتاعتي. طبعا انا لو رجعت على جوجل فورم هلاقي في حاجه اسمها ريسبونس. هقول له ايه؟ لينك تو شيت، وهكريت شيت جديد عادي، فهيعمل لي جوجل شيت. هبدا ان انا بقى اخد البيانات من الشيت اللي اسمها ان ريسبونس، وابدا ان انا اروح ايه؟ احطها فين؟ في الورك فلو. فهروح اجيب جوجل شيت، هقول له لما في رو يضاف، لو في رو جديد اتضاف، ماشي. وهروح طبعا انت بتربط جوجل شيت ازاي؟ بتدوس على كرييت نيو كريدنشال وبتسجل بجوجل لو انت على السوفت وير بتاع ان ان، وتختار الاكونت اللي عليه الشيت. لو انت على مثلا السيرفرات بتاعتك او على اللوكال، فتحتاج ان انت بقى تجيب الكريدنشال اللي هي بقى كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت. هروح اختار الشيت اللي انا لسه عامله اهو، ان ريسبونس، واختار هنا هو الفورم ريسبونس. وهنا لما يحصل ايه؟ لما رو يتضاف، ماشي. فاي رو يتضاف زي ما انت شايف كده ايه؟ هيبتدي ان هو يجي لنا على طول. طب جميل كل الكلام ده. هبدا ان انا ادخل بقى البيانات دي على اي اي ايجنت، هبدا ان انا اعالجها. اقول له انا عايز اي اي ايجنت، وهبتدي ان انا اربطها بدماغ عشان انفذ الورك فلو اللي انا عايز اعمله. وهحتاج طبعا التول دي اللي هي بقى السي ار ام. السي ار ام ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيستم اقدر ان انا اسجل فيه بيانات العملاء، ومع عمره ما يضيع مني، وكمان يعني يفلتر لي العملاء: ده ليد، ده كواليفايد بيفكر يشتري، ده نيجوشيشن خلاص قرب يشتري بيتفاوض معايا يعني، لوست خلاص، كاستمر يعني اشترى خلاص، ماشي. فطبعا انا بعرف من خلال السيستم ده مين اللي هيشتري ومين اللي مش هيشتري، وكمان مين اللي هكلمه النهارده ومين اللي هكلمه بكره، بحيث ان انا دماغي دي مش دفتر، فهو ده الدفتر بتاعي، ماشي. فانا عايز اروح اي حد يسجل على جوجل فورم يبدا ان هو يتحط على السي ار ام بتاعي. جميل. طيب هبدا بقى ان انا اعمل ايه؟ اروح على ان وابدا ادوس على تول واختار حاجه اسمها اتش تي تي بي ريكويست. جميل جميل كل الكلام ده. وبعد ما ادوس على اتش تي تي بي ريكويست هبدا ان انا اروح على ليد. هنا طبعا السيستم اللي انا سايبه لك تحت بتاع السي ار ام ده سايبه لك تحت، تقدر من خلاله ان انت تروح تربطه بان ان. ازاي كل الكلام ده؟ بروح على اي بي اي مانجمنت، نيو يوزر. انا دلوقتي هجيب، عايز اروح اربط الاثنين ببعض، فلازم اي بي اي، ماشي. انا مش محتاج خبره برمجيه بس محتاجه شويه تركيز. فهقول مثلا انا هنا هوت عايز، هقول له ده ليد مثلا، ليد ريجستريشن، حلو. والنيم نفس الكلام، وتاريخ الانتهاء هروح ايه؟ اختار مثلا تاريخ بعيد شويه،
لازم تختار تاريخ عشان خاطر ايه يبدا يفعلها. طبعا انا عايز اجيب مين؟ عايز اضيف ليد، فاقول له انا عايزك كرييت ليد. وطبعا ممكن تختار جيت وسيرش وهكذا، بس هي اهم حاجه لازم تتعلم على كرييت. ابدا ادوس على سيف، هيبدا يديني زي اي بي اي كي اهو. هبدا اخده كوبي، وهروح على حاجه اسمها اي بي اي مانوال، وهسيب لك برضو السكريبت تقدر تحمله مجانا. وهبتدي اقول له انا عايز اعمل نيو ليد. ماشي، انا عايز اعمل نيو ليد. هيبتدي ان هو يديني التفاصيل بتاعه الليد بتاعتي. جميل جميل. فهطلع فوق، خليني اطلع فوق واخد اللينك ده، سيب لك كل التفاصيل ما تقلقش. واروح على الورك فلو بتاعي واقول له ايه امبورت كل، وهحط اللينك ده. طبعا هنا ده لينك الويب سايت، يعني انت لو سجلت على السي ار ام ده هتلاقي فيه اللينك فوق. اروح اجيب اللينك اللي فوق ده واحطه هنا بدل ماي سايت. انا عايز اجيب اي بي اي، وعايز اجيب حاجه اسمها ليدز. ماشي، عايز اجيب او احط الايه الليدز على السي ار ام بتاعي. هنا هختار النوع بوست عشان يروح يضيف الليدز. وهنا حط لي بيقول لي انا عايز بقى التوكن اللي انت جبته، احط له التوكن ده اللي هو ده. ماشي، اللي انا لسه واخده كوبي ده. ماشي، اتاكد بس في الاخر ان مفيش سبيس، لان لو في سبيس هتعمل لي معايا مشكله. طيب هنا السند بادي، انت عايز بقى تبعت ايه البيانات اللي انت عايز تبعتها. فانا هقول له بعد اذنك انا عايز استخدم اللي هو يو ار ال انكودد ده. وهنا هيبدا اقول له انا عايزك تبعت لي ايه. فانا مثلا عايزك تبعت لي النيم هنا مثلا اسمها. هروح على اي بي اي مانوال، هنا بيقول لي مثلا عايزك تضيف لي السورس ده اللي هو يعني جه منين. ماشي، طبعا انا السورس اللي هو بيبقى واتساب، فواتساب ده بيبقى في السي ار ام. لو رحت على السي ار ام ده بيبقى رقم واحد. ماشي، عرفت منين؟ ببدأ اخش على السيت اب عشان اعرف بس السورس. هنا هجيب حاجة اسمها ليدز. بصوا هنا هو السورس، هو هنا مرقم واحد ده جوجل، مثلا اتنين فيسبوك. طبعا انا لو دوست نيو سورس مثلا وقلت واتساب ورحت دوست على سيف، هيبتدي ان هو يديني الواتساب رقم ثلاثة. فانا لو رحت قلت له ثلاثة فهو هيضيف لي الليد ده ان هم جايين من الواتساب. طب انا لو قلت له مثلا ده جوجل فورم او جوجل فورم، فهنا هو هيبتدي ان هو يديني رقم أربعة. جوجل فورم اللي هو رقم أربعة، فالسورس كده رقم أربعة. طب عايز تضيف ايه تاني؟ بيقول لي عايز تضيف ايه تاني؟ انا عايز اضيف الستيتس بتاعته. الستاتس ده اللي هو ايه؟ هل ده ليد عميل لسه محدش كلمه، نيجوشي كواليفايد لسه بيفكر، وهكذا. فهنا برضو السيستم، يعني لو رحت مثلا على الستاتس هنا الليد مثلا رقم اتنين، فانا هروح اقول له الستاتس انا عايزك تعملها لي رقم اتنين اللي هو لسه ليد محدش كلمه. بعد كده بيقول لي في الاي بي اي انا عايز الاسم. طبعا الاسم احنا هنجيبه منين؟ من جوجل فورم. اروح نقعد انا عايز النيم، والنيم بص بسحبه من جوجل فورم او جوجل شيت بقى المره دي. ماشي، بسحبه كده. طيب عايزين بعد كده رقم التليفون، فهنا التليفون عنده اسمه فون نمبر اهو. فون نمبر، اروح اهو فون نمبر، واروح اسحب ايه رقم التليفون. جميل. طيب اهم حاجه بقى لو انا عندي فريق سيلز، فعندي حاجه اسمها الساين اللي هو ايه؟ مين اللي هيكلم العميل ده. ماشي، فانا هنا اهوت مثلا هروح على الساين، وبعد كده اروح على حاجه اسمها ستاف ده اللي هو مين الموظفين اللي عندي. فانا مثلا عندي ده، عندي الراجل ده. ماشي، فالراجل ده ممبر رقم اتنين، فانا بقول له انا عايزك تنزلها لي على الممبر رقم اتنين. ماشي، وهكذا. لو انت عايزها تعملها اوتوماتيك ممكن تفهم الاي اي ايجنت ازاي توزع على السيلز اللي عندك. ماشي، فكده لما العميل يبعت على جوجل فورم هتسمع في جوجل شيت،
الاي اي ايجنت هيشتغل، هيبدا يضيف على السي ار ام. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان انا اخليه يبعت ايميل ويروح يبعت على الواتساب. ماشي. طيب انا دلوقتي هروح اربطه برضه ايميل اللي هو مثلا الجيميل. جميل. وهبدا اقول له ايه؟ تو مين؟ طبعا هنا هتحتاج ان انت تربط الجيميل، هتدوس على كرييت نيو كريدنشال وتسجل بجوجل لو انت على السيستم بتاع ان ان. لو انت مش على السيستم بتاع ان فهتحتاج ان انت تجيب الكلاينت اي دي وكلاينت سيكريت. طبعا انا ممكن اعملها كده. ماشي. ده كده هيختار الايميل بناء على اللي هيجيبه من جوجل شيت، والسبجكت برضه هيجيبه من الاي اي ايجنت، هو هيالفه. وكمان الايميل طبعا اتش تي ام ال اللي هو مثلا يعني يبقى شكله حلو وجميل، او تكست ايميل عادي خالص مفيش اي مشكله. انا كده كده هقول له لا انا عايزه اتش تي ام ال، وعايزك انت يا اي اي ايجنت اللي تعمله لي. جميل كل الكلام ده، جميل كل الكلام ده. فكده هو هيروح يبعت لي ايميل. فاضل اخر حاجه ان انا ابعت واتساب. فعشان اعمل موضوع الواتساب محتاج حاجه اسمها ايفوليوشن اي بي اي. ف فانا عندي ايفوليوشن اي بي اي وكنت شرحته في فيديو، ممكن يظهر لك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. وايفوليوشن اي بي اي ده يقدر ان هو يبعت رسائل على الواتساب. ماشي. طيب انا دلوقتي محتاج ايه عشان اربط ايفوليوشن اي بي اي؟ محتاج اتش تي تي بي ريكوست برضه. ماشي. ان انا اخلي الاي اي ايجنت يبعت لايه؟ لايفوليوشن اي بي اي، وايفوليوشن اي بي اي يقوم باعت ايه؟ رساله. جميل. طيب ازاي كل الكلام ده؟ طبعا ايفوليوشن اي بي اي كتر خيره عامل لي ايه؟ زي دوكيومنتيشن اهو. لو رحت هو برتغالي بس انا كده كده عايز الاي بي اي. فهنا بيقول لي انت لو عايز تعمل ايه؟ عايز تبعت رساله، سند مسج. فهنا بيقول لي بص انا عايزك ايه؟ تروح تجيب اللينك بتاع ايفوليوشن اي بي اي بتاعك. طبعا انت لما تشوف الشرح هتفهم اللي انا بعمله. وهتروح تعمله ايه؟ هوت ايه؟ بوست. وتحط ان هوت الايه؟ اللينك بتاعك، وتحط كلمه مسج، سند تكست، وتحط رقم الانستنس بتاعك. طيب هحط كل الكلام ده. الانستنس عندي ان هوت اللي هو 966 ده. احط ان هو 966. طب بعد كده في عندي بقى حاجه اسمها الاوثرايزيشن، ان انا اعمل بقى المصادقه. فهنا بيقول لي انا عايزك في الهيدر، في حته اسمها الهيدر. على فكره انا في موضوع البرمجه برضو انا مش قوي، بس هنا هو موضح لك ان بيقول لك في حته اسمها الهيدر اهي. فين الهيدر اهو. ماشي. بيقول لي احط ان هو الكي بتاعك. ماشي. طبعا شرح ايفوليوشن اي بي اي لو اتفرجت عليها تفهم اللي انا بعمله بالظبط. ماشي. فانا النهارده محتاج حاجه اسمها اي بي اي كي اهي. واروح اجيب الاي بي اي كي بتاعي. طبعا برضو موجود كل الكلام ده في الشرح، واحطه هنا. بعد كده هنا في السند بودي انا محتاج ان انا ابعت الرساله. ماشي. ورقم التليفون. فهنا في البودي بيقول لي انا محتاج النمبر، ان انت تعرفني النمبر، الرقم يعني، والرساله اللي انت عايز تبعتها. ماشي. اللي هي المسج اللي انت عايز ايه؟ تبعتها. فهنا هكتب النمبر وهروح احط الرقم. طبعا احط الفاليو دي. الفاليو دي الناس اللي شافت فيديو ايفولوشن اي بي اي ده لازم يتحط. فالرقم احط ان هو من جوجل شيت، وهنشوف كمان شويه هنعمل ايه. طبعا انا محتاج الرساله. الرساله اللي هبعتها للعميل اللي هي هنسميها تكست. طبعا هنا التكست هقول له اهلا بيك، تم التسجيل او تم تسجيل بيانات حضرتك، هيتم التواصل مثلا ايه معك. ماشي. كده انا بقول له ان خلاص رسالتك وصلت وكل حاجه تمام خالص. نيجي بقى لاهم نقطه، الاي اي ايجنت ذات نفسه. هبدا ان انا افتح الاي اي ايجنت وابدا ان انا افهمه ديفاين بلو ان دي بيانات عميل من جوجل شيت، وعايزك ان انت تروح تبعت له ايميل وتعمل رساله واتساب وتبعت
للسي ار ام ان انت تسجل البيانات. هقول له دي بيانات العميل، وافهمه ان ده مثلا الايميل. خليني اكتب ان ده الايميل واسحب كده، واقول له ده الفون نمبر. لازم افهمه كويس. احط هنا الفون نمبر، وده النيم برضو، واحط النيم ان هو. طيب بعد كده هبدا ان انا انزل تحت خالص، وابدا اقول له سيستم مسج، وابدا افهمه الاوفر فيو. انا عايزك تعمل ايه الاوفر فيو ده؟ عايزك تعمل مثلا ايه؟ تسجل بيانات العميل في السي ار ام. انت انت مساعد ذكي وهتساعدني، وعايزك تسجل الكلاينت داتا ان سي ار ام. ماشي. طبعا انا لازم اسمي ده سي ار ام عشان يفهم ايه هو السي ار ام ده. جميل. طيب خلينا اكمل. انت تقدر انت تسجل بيانات على السي ار ام، وعايزك ان انت تسند ايميل تو كلاينت سي تم تسجيل البيانات مثلا، وهيتم التواصل معك. يبقى انت ايه بتجيبه من هنا وبتجيبه من هنا. طبعا لو عايز اقول لك الفورمه برضو بتحتوي على ميعاد، مثلا ميعاد حجز او ميعاد ان انت تتكلموا فيه، ده هيبقى افضل وافضل يعني يتم التواصل معك. طيب هبدا اقول له بقى تاسكاتك، التاسك بتاعتك ايه هي تاسكاتك. ماشي. ان انت تريكورد الداتا ان سي ار ام، وان انت تعمل ايه. خلينا نعمل هنا شرطه. وعايزك برضو تسند ايميل to client after registration. ماشي. طيب after registration عايزين برضو البرميشن اللي هو يقدر يعملها، الحاجات اللي هو واخدها. اقول له انت عندك access مثلا on CRM HTTP to add new client. ماشي. وعايز برضو منك ان انت عندك access to Gmail to send message. حلو حلو. طبعا هو لما هيشتغل والعميل يسجل هيبتدي ان هو من جوجل شيت الاي اي ايجنت سي ار ام يسجل، يبعت ايميل، وبعد كده يبعت اتش تي تي بي ريكوست. خلينا اقفل ده بس. ليه؟ عشان خاطر ما يعملش معايا ايرور. وبعد ما يخلص الاي اي ايجنت هبدا ان انا اشغله بحيث ان هو يبعت رساله، بحيث ان هي العمليه دي تخلص تبتدي العمليه اللي بعدها. ماشي وهكذا. طيب خليني ايه اروح اسجل البيانات تاني. انا كده كده عندي الفورمه، خليني اروح اسجل البيانات تاني. خليني اعمل اون بين بس الاول، والاون بين ده عشان بس ايه الداتا ما تبقاش متثبته فمش هيستقبل بيانات جديده. خليني افتح تابه جديده. خليني اروح اسجل تاني. انا عملت الورك فلو اكتف عشان لما اسجل يبتدي ان هو يشتغل الاي اي ايجنت، ويروح اشوف طبعا ايه اللي هيحصل لما اسجل البيانات. هقول له الايميل، هبتدي احط الايميل، الاسم، رقم التليفون، والايميل تاني. اقول له ايه سبميت. ماشي. اشوف بقى الورك فلو هيبتدي يشتغل ولا لا. اشوفه كده بدأ ان هو يعمل لي راننج اهو. خليني اقفل كده. بدأ ان هو يعمل لي راننج اهو. خد الداتا وراح للاي اي ايجنت بيقول لي تمام ضفته على السي ار ام وبعت الايميل. خليني افتح واشوف اللوج.
هل راح ضاف البيانات؟ قال لي تم اضافه البيانات. فانا لو رحت على السي ار ام، خلينا نشوف السي ار ام هل ضاف البيانات ولا لا. فين الليد اهو، ليد، فعلا هو ضاف البيانات بتاعت الليد، فيو، وجوجل فورم اهو، وادي رقم التليفون وهكذا، ونزل على السيلز اللي انا قلت له ينزل عليه. ماشي. طب تعالوا بقى نشوف هل بعت لي على الايميل ولا لا. انا لو رحت على الايميل اهو، بعت لي ايميل: تم تسجيل بيانات حضرتك. ماشي. طب بعد ما شفنا، تعالوا بقى حته الواتساب. فانا هو بقى المفروض احط عند رقم وعند الاد رقم العميل. طبعا هجيب رقم العميل منين؟ من جوجل شيت. ماشي. فهبدا ان انا ادوس على كلمه اكسبريشن، وابدا ان انا اسحب الرقم ده اهو. ماشي. المفروض بيظهر بنفس الكونسبت ده، بس واضح ان انا كتبت الرقم ناقص، هو المفروض اخره 9. ماشي. خلينا بقى ندوس على اكسكيوت. المفروض ان هو يشتغل بعد رسالة عادي اهو. ماشي كده، الدنيا تمام، قال لي ترو، مفيش اي مشكلة. فكده العميل لما هيسجل على جوجل فورم هيتبعت له ايميل، هيتسجل على السي ار ام، هيتبعت له رسالة واتساب. ولو انت بقى عايز ان انت تشغل حته الزن، ففي فيديو هيظهر لك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ازاي تزن على العميل كل شويه من خلال السي ار ام. تمام. طبعا ده مش نهايه الفيديوهات بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش ان انت تشاركه مع زمايلك، وما تنساش ان انت تشترك في كورس عليه خصم 70%. كان معكم مروان خليل، وهسيب لك لينك السي ار ام برضه تحت. سلام.